السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يا سلام، سلم طاجن المكرونة البشاميل اللي بيتكلم ما شاء الله خطير جدا جدا. انا واحدة من الناس ما بقدرش اقاوم نفسي قدام المكرونة البشاميل. وهم جميلة جدا وريحتها تحفة وطعمها كان تحفة. تعالوا نشوف مع بعض شكل القمر ده جه ازاي. ما شاء الله خطيرة خطيرة. انا بحبها جوسي كده يا جماعه. بحب البشاميل اللي تكون غرقانه مع المكرونه كده ومش ناشفه في الفرن. السوا ده بتاعك انتي براحتك، انتي زي ما تحبي سويها زي ما انتي عايزه. انا بحبها جوسي كده وبالطريقه دي بتبقى جميله جدا ولذيذه قوي. تعالوا نشوف الطريقه مع بعض يا جماعه، ولو عجبك الفيديو لايك وكومنت وشير. يلا بينا على المكرونه البشاميل. ما شاء الله جميله. هنا بقى يا حبايبي اول حاجه هنزل بيها اللحمه المفرومه. نص كيلو من اللحمه المفرومه. طبعا لو عندك ربع كيلو مش مهم، عادي مش خلاص، يعني الحته دي بتاعتك انتي مش عايزاه عادي. على نار عاليه طبعا، وافضل اقلب فيها كده علشان مش عايزه اللحمه تنزل ميتها. شوح فيها كويس جدا. هفضل اقلب فيها وعلى نار عاليه علشان زي ما قلت لكم مش عايزه اللحمه تنزل ميه خالص، عشان تكون النتيجه كويسه وتبقى طعمها كويس ان شاء الله. نفضل نقلب فيها كويس جدا عشان تتشوح معانا. قلبوا على نار عاليه وشيلي بقى الروايح الجميله. بحب انا ريحه اللحمه المفرومه قوي قوي قوي. ما بحبش اضيف لها بصراحه غير شعره ملح وفلفل اسمر. ما بحبش بقى احط لها اي بهارات كده تأفور وتغير من طعمها. قلبي بقى لحد ما تغير لون معاكي. ما شاء الله اللحمه كده بدات تتشوح وتغير لونها. مجرد ما تغير لون خالص هنزل عليها بالبصله. مجرد ما تغير معانا اللون هنقوم نازلين عليها بالبصله. بسم الله. ده يا جماعه نص كيلو من اللحمه المفرومه. انا بحب احط للنص كيلو اللحمه المفرومه قصاد منه نص كيلو بصل، بس انا المره دي مش هكتر البصل قوي عشان بيبقى رقه مسكر قوي بيبان في المكرونه. نقلب كويس جدا بتاعتنا مع البصل يتشوحوا مع بعض كده. كل ده لسه ما حطيتش بهارات ولا ملح ولا اي حاجه خالص. مش عايزه اوصف لكم بقى ريحه اللحمه المفرومه مع البصل عامله ازاي. بحبها جدا. اللي بيطلع لازم ما تقدري عشان كلها ايه يبقى لون واحد ومستويه سوا واحد برضو. قلبها كويس. مجرد ما تغير اللون يبقى كده خلاص استوت معانا. عندي بقى هنا الفلفل الاسود. ماشي، انا بحب اكتر لها فلفل اسود بصراحه. هنقلب اللحمه المفرومه مع الفلفل الاسود. الله على الريحه يا جماعه، خطيره خطيره ما شاء الله. هايله والله العظيم هايله. بس كفايه بس ريحه اللحمه المفرومه مع البصله الواحده كده خيال، اقسم بالله خيال. عندي هنا بقى معلقه ملح كبيره.
بصوا يا جماعه، في ناس بتحب تضيف للحمه المفرومه بتاعت البشاميل طماطم، انا بصراحه ما بحبش كده خالص. بحس انها بتغير طعم اللحمه المفرومه وبتنقل الحاجه لحته تانيه خالص، تبقى لها حاجه تانيه، بتقلبها لحاجه تانيه. بصوا، هو الحاجات دي اذواق واراء وكل واحد حر، بس انا بصراحه مش بحب احط فيها طماطم في التعصيجه بتاعت اللحمه المفرومه بتاعت البشاميل بالذات. نفضل نقلب بقى كده، نشوح اللحمه معانا، نفضل نقلب فيها عشان تتشوح. ريحتها خطيره اقسم بالله، هي لحمه عاديه جدا ما فيش فيها اي حاجه اكتر من البصل وملح وفلفل، بس برضه ريحتها جميله جدا. بحب انا ريحه اللحمه المفرومه قوي بتتعصر. سلام بقى كده لما تجيبي نص رغيف بقى وتقومي عامله لي سندوتش كده، الله، وهي سخنه كده وجميله ان شاء الله، بتبقى لذيذه جدا وجميله جدا. يا جماعه خلاص اللحمه بدات تخش في السوا خالص، كل ده على نار عاليه، ما بحبش اوطي عليها بصراحه عشان ما توزعش. الله الله، ما شاء الله، جميله بصراحه جميله. بصي انت ممكن تزودي لها يعني ايه شعره صغيره كده من السبع بهارات، مش هتقولك لا، مش هتضر برضه، تبقى طعمها كويس. ايه، او ممكن تحطي لها، بصي اي بهارات انت حباها، بس انا مش حابه كده يعني، انا بحب ريحه اللحمه المفرومه تحطي لها اول فلفل اسود يخليها في حته تانيه خيال بصراحه يعني. ممكن تحطي لها شعره جوز الطيب لو حابه، بس انا بحس ان انت بقى مش بتاكلي بقى بشاميل ولا لحمه مفرومه زي العادي بتاعتنا دي اللي احنا متعودين عليها، تحسي انت بتاكلي حاجه بقى قلبت على حاجه تانيه خالص، واللحمه ذات نفسها طعمها بيغير. فانا بكتفي قوي بالملح والفلفل الاسمر، وبصراحه احيانا بحط فيها برده ربع معلقه سبع بهارات، بس بحس انها بتغير طعم المكرونه بصراحه يعني. في الحاجات دي زي ما قلت لكم هي اذواق، براحتكم، مش لازم ترتبطي بالحاجه اللي انا بعملها يعني، انت وراحتك عادي. في حاجه انا بحبها انت ما بتحبهاش عادي، الحاجات دي اذواق، واللي انت عايزاه واللي يريحك، ما توقفيش نفسك على اي حاجه، اشتغلي. بصي كافحي كافحي كده زي ما انا بكافح في اللحمه المفرومه ان شاء الله. كده في السوا خالص اهي، ما شاء الله، ريحه وهم، اقسم بالله وهم. يلا رغيف ونط في قلبها ان شاء الله، جميله بصراحه والله العظيم، بجد ريحتها والله العظيم خيال خيال. مالها بس كده اللحمه المفرومه بشعره الفلفل الاسمر لوحدها تنقل الطعم في حته تانية خالص، انا بقى كتر البهارات دي بيغير طعم الحاجه وبيدوخ بصراحه، وطعمها مش كويس يعني. هنا يا جماعه خلاص اللحمه بتاعتي استوت، ما شاء الله، بقت جميله جدا جدا جدا، بس مش قادره اوصف لكم الريحه، هين عليا اشمها لكم الموبايل اقسم بالله، فظيعه فظيعه بجد، حاجه كده ما حصلتش. عسل قوي 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 كده، تسلم ايده اقسم بالله، وهي لحمه مفرومه يعني هي في حاجه بس عادي يا جماعه، ده انا بنفرح نفسنا اكننا عملنا انجاز برضه، مش مهم يعني. تنسونيش يا جماعه، يا جماعه ما تنسونيش اللايك والشير. وها هي لحظه الحد، خلاص يا جماعه اللحمه بتاعتنا استوت واستكفت، تقول لي ارحميني ان شاء الله، بجد هي كده خلاص استوت جدا وبقت حلوه قوي قوي، والريحه برضو خطيره هي ملح وفلفل ولحمه مفرومه وبصل بس برضو خطير، مش قادره اوصف لكم يعني صراحه. بس يا جماعه كده خلاص تمام، شكرا اشكرك، بهدلتك معايا. تاني خطوه انا بقى يا حبايبي، عندي ميه على النار مغليه فيها شويه من الزيت وفيها معلقه من الملح، هنزل بقى بسلق فيها نص كيلو من المكرونه. نزلت بنص كيلو من المكرونه يا جماعه في ميه فيها ملح وفيها زيت نسلقها.
هنسلق هنا المكرونه بنسبه 70%، يعني مش هنسلقها قوي يبقى لسه فيها جرشه كده، هتكمل سواها ان شاء الله في الفرن. انا ما بحبش بصراحه اسلقها قوي، لان لما بسلقها قوي باجي ادخلها الفرن في البشاميل احس ان هي عجنت قوي كده، فانا بحب يبقى لسه فيها قطمه كده بنسبه 70% تقريبا، وتكمل سواها بقى في الفرن. انا بقلب المكرونه علشان برضو نضمن ان هي ما تعجنش مني وما تلزقش. طبعا المكرونه عمرها ما تلزق عشان احنا حاطين لها زيت، اما لو ما حطيتلهاش زيت في ميه السليق هتحس ان هي لازقه واحده جنب التانية كده، وده طبعا مش بقى مستحب قوي يعني. لما بتحط لها زيت بتحس انها مفرفره كده وحلوه، يعني بتبقى جميله بصراحه. تسيبها بقى تغلي شويه مع نفسها وتتسلق شويه. صراحه المكرونه البشاميل دي عشق بجد، بالتالي مفيش حد ما بيحبهاش، يعني كلنا بنحبها ما عدا ولادي بصراحه. بس ما افتكرش بالطريقه دي مش هيحبوها يعني، لا هيحبوها ان شاء الله. هنا بقى يا جماعه خلاص المكرونه بتاعتنا شبه اتسلقت وبقت جميله جدا جدا. انا عايزاها بصراحه كده تبقى حلوه قوي قوي لما تكون نازله من على النار ناقصه سوا واكمل سواها في الفرن، تبقى جميله بصراحه. ما شاء الله جميله ازاي، ولا معجنه ولا اي حاجه وفكه واحده من التانية ولا لازقه ولا اي كلام من ده خالص. ما شاء الله جميله جدا 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 وحلوه جدا، ما شاء الله جميله. كده بقى خلاص هنرفع المكرونه بتاعتنا من على النار وهنصفيها، وهصفي المكرونه بتاعتي وارجع اجيلكوا تاني. وهنا بقى يا جماعه يلا بينا نجهز البشاميل. عندي لتر من الحليب هنزل بيه كده على شفشق الخلاط. انا بصراحه بحب جدا 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 افضل البشاميل اللي بيبقى على البارد ده، بيبقى لذيذ قوي حلو قوي قوي. وعندي كوبايه من الشوربه عشان الطعم يبقى غني ولذيذ كده جدا. عندي هنا بقى كمان 3 معالق من الدقيق، او كفايه معلقتين ونص يعني كويس. مرقايه طبعا. هنضرب بقى الخليط ده كله مع بعضه وارجع لكم تاني. عندي هنا بقى يا جماعه حله على النار فيها حته سمنه او شويه زيت زي ما تحب عادي، هنزل بيهم على البشاميل بتاعنا ان شاء الله. ما شاء الله جميل جدا جدا. طبعا هنقلب مش هنحوش ايدينا خالص علشان البشاميل بتاعنا ما يكلكعش معانا. ماشي، هتفضلي تقلبي لحد ما يلف معاكي القوام بتاعه يبقى تقيل وكويس جدا. وهنا بقى يا جماعه هنتبل البشاميل بتاعنا. ماشي، هناخد بالنا طبعا ان احنا حاطين له مرقه، نص معلقه ملح، فلفل اسود طبعا، هكتفي قوي بالملح والفلفل الاسود والمرقه، بصراحه بتبقى كويسه قوي. مبحبش بقى انا احط حاجات ابالغ فيها بقى بهارات تغير طعم الاكل وكده، بتبقى مش لطيفه خالص. حابه بقى تخلي الطعم بتاعك غني اكتر اكتر، تقومي عامله ايه بقى؟ تركايه بسيطه جدا، معلقه كده من الجبنه الكريمي او النستون الكيري، اي حاجه مش هتقولك لا برضو.
هندوبها جدا مع اللبن. عايزه اقول لكم ان المرقايه لما حطيتها مع اللبن في الخلاط ما شاء الله اتطحنت كويس جدا وفرقت. بتبقى ساعات كده اجي احطها في قلب البشاميل ابص الاقي لسه فيها ماما تدوبي فيها لسه مش دايبه قوي. فرقت كويس جدا واتطحنت كويس جدا جدا في الخلاط. ما شاء الله صراحه الخليط كويس جدا والبشاميل شكله وريحته جميله جميله قوي يعني. جربوه وان شاء الله مش هتندموا. بشاميلنا على البارد يا جماعه طعمه خطير جدا جدا وكريمي قوي قوي كده وحلو قوي قوي قوي. وبعد ما حطينا معلقتين الجبنه الكيري او معلقه كبيره اللي انت عايزاه عادي برضو ده اختياري مش هوقفك عليها يعني. خلي الطعم غني اكتر. نحط معلقه كبيره من القشطه البلدي جميله جدا بصراحه برضو. تخلي البشاميل يعني ما شاء الله قوامه لذيذ وتقيل ودسم جدا جدا وحلو. ولا تقولي لي بقى البشاميل الجاهز اللي بيجي في البواكي ده وتفضيه بقى في لبن وكلام من ده خالص. لا، انت بتعملي حاجتك في البيت بايدك ونضيفه وبتعرفي تعملي يعني ايه بتطلعي احلى ما عندك لاولادك ولبيتك. انما الجاهز ده بقى ما تعرفيش هو بقى فيه ايه ولا عامل ازاي. كده احسن وانضف بكتير وضمناه بايدك يعني فاهمه. كفايه كفايه ان انت عامله الحاجه بايدك وبحب لاولادك وكده يعني. قلب بقى البشاميل اللي معانا لحد ما يغلي ويلف. هفضل اقلب فيه كده ومحطش ايدي منه علشان القوام بتاعه يعني ايه علشان ما يربطش معايا كده ويبقى كلاكيع كده ويتبادل مني ما يكلكعش بمعنى اصح. هدوب بقى القشطه والجبنه الكيري على قد ما اقدر. عايزه اقول لكم يا جماعه ان البشاميل بتاعنا خلاص بدا يلف كويس جدا معانا وتقل خالص اهوت. ما شاء الله بقى كويس جدا. لو تاخدي بالك هتحسي ان هو بدا يتقل معانا مش زي ما كان الاول خفيف. كل ما يغلي كل ما يتقل معانا ويلف معانا على النار. ان شاء الله جميل جدا بصراحه. ريحته هايله والله العظيم بجد هايله. احسن من البشاميل بصراحه اللي هو بيبقى يتقلب في زيت ودقيقه على النار ده بيبقى حامي شويه وبيبقى رخم يعني. ده بارد واخف عنه كتير بصراحه. هنا بقى يا حبايبي ما شاء الله بدا يتقل معانا اكتر اكتر واكتر. كل ما تحسي ان هو بدا يغلي معانا هتلاقي البشاميل بتاعك بدا يلف في ايدك وبيتقل معاكي زي كده بالظبط. ما شاء الله تقل خالص خالص عن المكان طبعا. ما شاء الله قوامه عامل ازاي ولسه طبعا على ما يغلي اكتر واكتر هيتقل معانا اكتر واكتر. ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. هنا بقى يا جماعه خلاص البشاميل بتاعنا بدا يغلي معانا. مجرد ما يعمل فقاقيع على الوش كده يبقى خلاص البشاميل استوى ومحتاج ان هو يترفع من على النار. ما شاء الله ما شاء الله بصراحه شوفوا تقيل خالص خالص ازاي. ما شاء الله ولافف وجميل جدا بجد. وهم اقسم بالله وهم. ما شاء الله جميل جدا وبدا يغلي معانا خلاص اهوت. اول ما يعمل فقاقيع من على الوش نشيله من على النار على طول. كده يا جماعه البشاميل بتاعنا خلاص عمل فقاعات على الوش اهوت استوى. واقدر بقى ارفعه من على النار دلوقتي. هنا بقى يا حبايبي هاخد شويه بشاميل احطهم في ارضيه الطاجن. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهفضي نص كميه المكرونه في ارضيه الطاجن. كده كويس جدا واحده جنب التانية. واحط عليها حبايبي كرنبين من البشاميل علشان تبقى المكرونه لما اجي اطلعها تبقى كل مكرونيه ماسكه في اختها ما تقعدش توقع مني كده. بصراحه انا بموت في صوص البشاميل كتير كتير قوي 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 على المكرونه يعني ده غير راقي.
تستخسريش. غرقي غرقي، انت اللي هتاكلي غرقي. سوا بقى المكرونه بعد ما حطينا البشاميل، هنزل عليها بقى باللحمه المفرومه اللي احنا موصلينها مع بعض. حطي بقى اللحمه المفرومه زي ما تحبي، كتير قليل انت اللي هتاكليه. ما شاء الله صراحه كده كويسه جدا. حط عليها كرنيه من صوص البشاميل. غرقي برضو كده. هاجي هنا بقى احط كرنبين على المكرونه اللي لسه فاضله واحطها على الوش. هعملها كويس جدا كده. عايزه هنا بقى صوص البشاميل يتشرب من المكرونه وبره وجوه كده. نفرد مكرونيه جنب التانية في البايركس بتاعنا، نسوي الوش على قد ما نقدر. ساوي بقى البايركس بتاعي. بشاميل بصراحه وهم، اقسم بالله وهم، حلوه جدا جدا. احسن بصراحه من الدقيق اللي بيتحمر في الزيت، ده بيبقى رخيم وتقيل وتحسي ان لونه غامق ومش حلو خالص. اما اللي على البارد ده بيبقى حلو قوي قوي. سوي كده على قد ما تقدري. عايزه تحط بقى موتزاريلا في النص على الوش زي ما تحبي. انا بصراحه بفضل احطها على الوش، يعني ايه، استمتع بيها اكتر. انما في النص ده بيبقى عادي بقى، كده كده المكرونه بتبقى باظه وهي سخنه كده، بتبقى لذيذه وجميله جدا. نسقي بقى الوش بتاعنا البايركس بالبشاميل. غرقي بقى واملي صوص بقى البشاميل، املي بقى ما تستخسريش. املي براحتك. الله. كتري. كل ما يكون بشاميلات كتير تلاقيها كده مستويه كده بقى، وهي سايحه وسخنه وجميله بقى، وعماله بقى تبوظ من كل حته بشاميل بقى، بتبقى ايه، عظمه. الله الله، شفتوا الحلاوه، شفتوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصراحه جميله 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 والله العظيم، وسهله جدا على فكره. انا كنت بستصعبها قوي قوي واشوفها ايه ده، انا هعمل كل الحاجات دي والخطوات دلوقتي هي بالنسبه لي ايه في ما يكون، بل بالعكس بقيت اجدد فيها كمان عماله كنت بعملها الاول. يعني انا كنت الاول ما كنتش بعملها بالطريقه دي خالص ماشي، بس بصراحه واحده واحده بقى حبيت ان انا اغير فيها كده. لما حبيت بقى ايه، اما حبيتها عامه إيه، كل ما اغير فيها كل ما بحبها اكتر. هاخد بقى البشاميل كله، منسيبش اي حاجه، بنتهي كله في الطاجن بتاعي. ما شاء الله جميل جدا، بألف هنا والشفا. اللي هتجرب الطريقه دي اقسم بالله ما هتندم، صدقوني طريقه كويسه جدا جدا جدا، وطريقه جميله. لو فكرتي تعمليها مش هترجعي تاني للطريقه القديمه اللي الكل يقعد يحمر بيها دي ده، وتلاقيها بتحرق القلب كده، وتلاقيها بصراحه بتبقى رخمه جدا جدا جدا، بتبقى مش لطيفه خالص خالص خالص. كده احسن، وكده البشاميل بتاعك يبقى خفيف وطعمه لذيذ.
هنحط بقى الجبنه الموتزاريلا على الوش امتى؟ قبل ما ندخلها الفرن بنص ساعه. انا بصراحه دلوقتي مش هدخلها الفرن، فمش هحط عليها الموتزاريلا وهي سخنه، علشان الموتزاريلا عليها ما تهبطش كده وتفك. بحب احط عليها الموتزاريلا وهي ناشفه كده ولسه فيها نسبه من التلج بسيطه، واقوم مدخلاها كده تحت الشوايه. الجبنه تشمع بسرعه وتسيح واقوم مطلعاها. مش هحط انا بقى زي ما انا قلت لحضراتكم الموتزاريلا دلوقتي اللي عندي التسويه. تعالوا بقى نشوف شكلها بعد ما تطلع من الفرن هيبقى عامل ازاي. تعالوا هنا بقى يا جماعه ندلع الطاجن بتاعنا. ميكس جبن رهيب، هيخلي الطعم والشكل في حته تانية خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. جرقي ما تستخسريش، انت اللي هتاكلي توصي غرقي. جرقيه موتزاريلا كده على قد ما تقدري ودلعي نفسك ان شاء الله. ويلا بينا على الفرن. هنا بقى يا جماعه طاجن البشاميل اللي طلع من الفرن، شكله ما شاء الله جميل جدا، ووهم بصراحه خطير وريحته كانت خطيره جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا بحبها جوسي كده. السوا ده يرجع لك انت براحتك، انا بحبها مش ناشفه وبحبها بالطريقه. شوفوا شكلها جميل ازاي، شكلها تحفه.